وشمس كان قريب جدا من المشير عامر، لدرجه انه اتعمل وزير حربيه ولا ما زال في رتبه العقيد، ولدرجه ان لما حصل الاختلاف بعد 67 والتنحي وكده واحتدم الخلاف مع المشير عبد الحكيم عامر، اقترح كحل وسط ان ياتي شمس بدران. هذه المظاهر تدل على انه كان فيه شرخ موجود، وانه قياده الجيش انذاك لم تكن جاهزه بالشكل الكافي او المتطلب لعمليات عسكريه قد تمتد لشهور او مع خصم زي الدوله الصهيونيه المتفوقه تقنيا، درجه التماسك عندها عاليه، وراها ظهير بل في الدولة يتفوق على مصر. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.